عارف انت لعبه الام ام ايه الام ام ديت، انت بتنزل يعني بتدب في واحد، انتوا الاتنين بتدبوا في بعض على اللي يقع الاول، فالتاني بيكسب. فالبيكسب ده بيكسب فلوس وشهره وكل حاجه. جمهور الزمالك بيلعب نفس اللعبه دي بس ما بيكسبش حاجه، ما بيكسبش غير وجع القلب من لعيبه غريبه، مجلس اداره يشيل، جهاز فني بياخد قرارات متخلفه في اهم وقت في الموسم. ليه يا احمد شريف يا معتمد؟ ليه يا احمد شريف؟ هل احمد شريف عامل مثلا اداء خرافي الماتش اللي فاتت؟ لا. هل عامل مستوى فوق الفظيع في التمرينات؟ مليون في المية لا. ليه يا احمد شريف؟ ليه تقلب علينا الماتش بالمنظر ده؟ ليه كنت هتضيع مجهودك انت ومجهود اللعيبه بسبب لعيب؟ مش عايز اقول لفظ، يعني ليه؟ ليه تخلي مصيرنا يبقى في ايد لعيب مستهتر ومهمل بالمنظر ده؟ لعيب لا بيدافع ولا بيهاجم ولا واعي لمركزه ولا عارف تعليماته ولا عارف هو بيلعب ايه ولا بيجري. ليه؟ ليه برضو عمر جابر بيلعب؟ محمد ابراهيم اللي انت نجمته وخليته بيلعب اساسي ده قعدته ليه؟ ليه عمر جابر لا بيدافع كويس ولا بيهاجم كويس ولا بيقف صح؟ طب قائد لا؟ طب بيضغط على الحكام لا؟ طب بيسكت اللعيبه لا؟ طب هل بيزعل اللعيبه اللي مش شايفه في الملعب لا؟ ليه؟ اديني سبب مقنع تلعب الاثنين لعيبه دول. انا مش لاقي سبب الصراحه غير ان انت مثلا ايه، بتحبهم. اكيد. اكيد في علاقه، يعني في عندك حاجه كده مربان ان انت تلعب الاثنين دول. اتمنى ما يكونش عشان جون ادوارد هو وكيل احمد شريف، اتمنى. لان عشان وكيله، لا هتبقى يعني حاجه في منتهى الحمد لله. الزمالك بيفوز على ابو زيد 1-0 في ماتش الذهاب، في انتظار ماتش العوده ان شاء الله الجمعه الجايه. اداء شوط اول كويس في معظم اوقاته، بيستمر الفينا بان هو يقدم اداؤه الرائع يوم عن يوم ويثبت ان هو اهم لعيب في الفرقه وهو المحرك الاساسي للفرقه يوم عن يوم. واللي بخروجه الزمالك شبه اتشل وشلنا معاه. يعني اداء خط الظهر يعني، انا الواحد مش عارف ينظم افكاره من العته اللي انا شفته. احنا الشوط الاول كله خط الظهر بتاعنا ما خدش كوره عاليه. احنا الشوط الاول كله اللهم فتوح، خط الظهر بتاعنا اللي هم الباكين، سوري، خط النص اللي هم شحاته وربيعه، تدخلات متهوره بطريقه يعني تقرف. ربيعه انذار لعيب وش الجون واعمل تاكلينج حتى لو اتزحلقت، يعني انت اصل انت لو اتزحلقت في المكان ده في وضعيه جسمك يبقى انت اللي كنت مندفع، يبقى انت اللي كنت غلطان برضه. شحاته رغم انه عمل ماتش عالمي وعرفنا قد ايه اهميه شحاته، اوقات كتير بيخش مندفع. ليه؟ عبد المجيد بيعمل كور غريبه في ال 18 برضه. ليه؟ احنا كوره ضربه المرمى ليه لازما المدافع يلعبها للجون والجون يداله تاني؟ طب ما الجون يلعبها له على طول. في شويه حاجات كده بجد تشل. انتوا بتعملوا ايه؟ اخرت تغييراتك ليه يا احمد شريف؟ الفينا اشتكى من شده ومن اشتكى من اصابه. ليه يا احمد شريف؟ ليه مش ادم كاي؟ ليه مش محمد السيد؟ ليه مش بنتايج وتخلي فتوح يطلع نص الملعب؟ يا راجل ليه مش الجزيري؟ ليه مش الونش؟ انت كان ممكن تنزل تلعب عواد فرود، هبقى هبلعها، هبقى مبسوط. ليه يا احمد شريف؟ قدم لك احمد شريف الفتره اللي فاتت عشان تنزل في ماتش مهم زي ده. ايه الميزه اللي اضافها لك احمد شريف في الماتش غير انه قلب الماتش عليك 180 درجه؟ استفدت ايه؟ ان انت خليك ادم كاي عدي الدباغ تقريبا بيلعب باك رايت، لان احنا طبعا ما عندناش باك رايت، وخليت الاثنين نص ملعب بتوعك السته يلعبوا ناحيه الليفت عشان فتوح كان لوحده. لان احمد شريف ما بيدافعش، ولما لما بيدافع بيعمل كوارث بيدوم الكوره. لغز معتمد جمال الماتش ده، لغز رغم ان هو ساق الماتش لحد النتيجه مرضيه لحد ما، بس بلوزداد مش البعبع.
مش الفرقه الجامده اللي تكسبني، مش الفرقه الجامده اللي تضغطني طول الماتش ده فرقه تعبانه كان ممكن اكسبها اصلا اكتر من واحد. لو لعبت لعب الطبيعي كان ممكن اكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه كمان. ده فرقه عاديه جدا. يعني انا متوقع ان شاء الله الزمالك الماتش العوده ان شاء الله نكون في الاستاد باذن الله يا رب، نعمل الفريق هنكسب سكور. انا متوقع كده ان شاء الله. ربنا استر معاك في الكوره اللي جت في ايدي الفيرود والحكم لغاها. الحمد لله ان الحكم، احنا كنا خايفين من الحكم، الحمد لله الحكم الى حد ما كويس. ليه زنقت الماتش على نفسك يا معتمد؟ على العموم الف مبروك لجمهور الزمالك، الف مبروك لمجلس للجهاز الفني لنادي الزمالك، الف مبروك للاعيبه نادي الزمالك ما عدا احمد الشريف، مليون مبروك لاي حد له علاقه بنادي الزمالك ما عدا مجلس الاداره. ورساله اخيره، مرتضى منصور لما جه مسك النادي ده حاول يبوظ فرق الصالات وما عرفش. كان بيمشي الفرقه كلها، كنا بنروح ناخد افريقيا بالناشئين. كابتن هشام نصر انت نجحت في اللي الاهلي كان محتاجه لمده لا تقل عن 50 سنه. انت رجل الاهلي الاول في الصالات. انا بجد 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 يعني بوصلك رساله من زمايلي الاهلاويه، بقول لك مليون شكر ان انت بوظت فرقه اليد وفرقه الطايره وفرقه السله اللي كانت اول فرقه تشارك في كاس العالم تحت رعايه الام بي اي. انا ممنون لك جدا جدا بالنيابه طبعا عن عن جمهور الاهلي ان انت بوظت فرق الصالات. اتمنى تكمل على نفس المنوال، لان انت دايما هتبقى المجلس ده هيبقى في مزبله التاريخ. فربنا شاء ان مفيش ولا لعبه تنجح، بس ربنا يسترها في كره القدم عشان بس معانا مدير فني شاطر ولاعيبه عايزه تعمل حاجه. انتوا لا علاقه لكم بفرقه الكوره، والحاجه الوحيده اللي حطيتوا في ايديكم فيها بوظتوها العاب الصالات. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. مليون مبروك لجمهور الزمالك. مش عايزين نعكنن، النهارده الجمعه، غيرنا بيدبدب في الارض وبيصوت على كوره جت في ايد ولا مش في ايد. احنا الناس يا باشا بنلعب في افريقيا، مش فاضيين وجع القلب ده. نركز في ماتشات الدوري بتاعتنا اللي جايه وفي افريقيا اللي جايه، وان شاء الله دوري افريقيا للزمالك، وان شاء الله هيبقى في شياط وحريقه في الجزيره اخر الموسم ان شاء الله. السلام عليكم.